من أفضل الأفلام الرومانسية في السينما المصرية. يلا بينا. وأول فيلم معانا فيلم سهر الليالي. فيلم سهر الليالي طبعا من أجمل الأفلام الرومانسية، هو من أفضل 5 أفلام رومانسية في تاريخ السينما، وهو بيتكلم عن مجموعة من الصحاب علاقتهم العاطفية والزوجية متوترة شوية، وهم بيسافروا من القاهرة لإسكندرية وبيعيدوا حساباتهم تاني في علاقتهم الزوجية. وهتشوف طبعا من أجمل الأغاني اللي مفيش فرح يقدر يستغنى عنها أغنية سهر الليالي. الفيلم بطولة شريف منير وخالد أبو النجا، فتحي عبد الوهاب، أحمد حلمي ومنى زكي وحنان ترك وعلا غانم. الفيلم من تاريخ إصدار 2003 للمخرج هاني خليفة والمؤلف تامر حبيب. تاني فيلم معانا فيلم عن العشق والهوى. فيلم عن العشق والهوى قصة عمر وعلياء، واحد من أشهر القصص الرومانسية في تاريخ السينما المصرية، اللي بتدور